بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ورياكت جديد مع هشام. بعتذر امبارح، المفروض كنت هنزل الرياكت بتاع الماتش، كان بطريقة مختلفة شوية، كان امتع الصراحة. يعني انا كنت مستمتع جدا وانا براجعه. بس الصراحة كده نفسي اتسدت امبارح خالص. ومن بعد الماتش والله كان ضغط عالي كده لحد من شوية، لحد ما قلت لا لازم اطلع اتكلم. احنا في الاول والاخر احنا برضو كسبنا ماتش، احنا مش طالعين متعادلين ولا خسرانين. النتيجة مش اللي هي قوي، بس كان في احسن. واللي يضايقك ان هو كان في احسن، واللي يضايقك ان الماتش كان هيخلص اكتر من كده. ده طبعا غير حرقة الدم بتاعت الشوالي في الماتش. وحتى الكورة اللي جت في العارضة بتاعتهم، اللي هي اصلا الحكم الراية رفع راية واوفسايد وبتاع. هو حتى ما اتكلمش وعمال يتكلم على الكرة اللي في العارضة، الكرة اللي في العارضة وهي اصلا اوفسايد. وغير طبعا حاجات كتير، كلام كتير عن التحكيم. انا مش هعلق الشماعة برضو على التحكيم، لان كهربا امبارح ضيع كور، وحسين الشحات ضيع كور، وتاو ضيع كور. احنا قصرنا شوية برضو في الفينش. والصراحة رغم الإشادة الكتير اللي احنا كنا طالعين الفترة اللي فاتت دي بمروان عطية وحمدي فتحي الاتنين، انا شايف ان امبارح المشاكل اللي حصلت في خط ظهرنا امبارح كان سببها مروان عطية وحمدي فتحي، بالذات الكورة الفرصة اللي انقذها مصطفى شوبير في الشوط الاول. اللعيب اللي شاط الكوره ده من جوه الستة ياردة، كان اصلا مروان عطيه اللي واقف معاه على حدود ال 18 وسابه، وكان بيتفرج على اللعبه زيه زينا. والكوره التانية لما اللاعب بتاع الوداد دخل ال 18 وعدى من عبد المنعم، وياسر ابراهيم راح عليه عشان يقفل عليه العرضيه، فديانج دخل على اللي داخل مع سامبو على العارضه القريبه. واللي كان جاي على حدود ال 18 كان وراه حمدي فتحي ومروان عطيه بيتفرجوا عليه زينا بالظبط. فلازم يخلوا بالهم من النقطه دي. الماتش هم كانوا اعتبروا، مش عارف، انا اللعيبه المفروض عندها خبرات. الماتش ما يخلصش الا بصفارة الحكم. ازاي اسيب الوداد يجي في اخر 10 دقايق يهاجم ويبقى عايز يجيب جون واخليه ينفذ رغبته؟ المفروض. وكهربا برضو الكرة اللي ضيعها اللي بيرستاو اداها له بعد الجون التاني، كان المفروض كهربا يعني شوطها يا عم بسن رجلك، قطع الشبكة. انا معلش، زوري وجعني والله من ماتش، من ساعة ماتش امبارح، وكنت متضايق جدا ومش عايز اطلع. بس قلت يعني ما يعني احنا مش خسرانين يا جماعة. وان شاء الله بإذن الله يبقوا رجالة ويلعبوا بغل شوية زي لعيبة الوداد كده اللي كانوا بيلعبوا بغل دول. انتوا على فكرة انتوا اسياد افريقيا. يا لعيبه الاهلي، انتوا اسياد افريقيا، هم اللي المفروض يخافوا منكم. والمفروض تشوفوا الفيديوهات اللي بعد الماتش وتشوفوا ضحكهم واحتفالاتهم. ده يديكوا حافز اللي انتوا لازم يوم الاحد الجاي تردوا هناك. هم جم جابوا عندك جون هنا، وهم اقل منك فنيا بكتير. يعني انت لازم تروح تكسبهم هناك كمان. لازم تثبت نفسك. لازم كله يبقى حسين الشحات اللي امبارح في اخر الماتش، شوف كان متضايق ازاي ومتنرفز ازاي، اللي انت راكب الماتش وفي الاخر تخليهم ترجع لهم الامل تاني بعد ما انت كنت هتقضي على الامل هنا. م- يا ريت اللعيبه تسترجل شويه عشان ما حدش هيتحملهم. احنا عندنا الاهلي رقم واحد فوق اي رقبه لعيب. استرجلوا شويه. 90 دقيقه جايه في كازابلانكا، ترجعوا بالكاس. من غير الكاس ما ترجعوش. انا بكلمكم بلسان كل اهلاوي. بس تصبحوا على خير.